ازيكم يا اجمل شباب وبنات في الدنيا. بيبدأ فيلم النهارده ببنت اسمها بيكي وتبقى مشهورة جدا وليها متابعينها، وبتعرفهم انها تلعب لعبة اسانسير وان هي هتطلع ادوار كتير، وفي الدور الخامس لازم تغمض عينها، ودي تبقى من شروط اللعبة لحد ما الباب يتقفل. بعد كده تفتح عينها وتطلع على الدور الاول، وبالفعل بيجي الدور الخامس، ولكن بيكي بتبقى مرعوبة جدا من اللعبة دي وبتفتح عينها قبل ما باب الاسانسير يتقفل، وبتقرر ان هي تطلع وما تكملش اللعبة، ولكن بتلاحظ واحدة وراها، وبعد كده بتختفي من الاسانسير. بعد كده بنشوف شاب اسمه كريس، وده بيبقى مشهور جدا على اليوتيوب، ومعاه صاحبته كلوي وصاحبتهم ايزي وصاحبه ماتي، وبيكونوا بيعملوا تحديات في اماكن مرعبة علشان يزودوا نسبة المشاهدات عندهم، ولكن بتبقى الفترة الاخيرة عن الريتش عندهم واقع، وما بيكونوش عارفين يعملوا ايه عشان نسبة المشاهدات تزيد. وبيبقى مدير اعمالهم متضايق منهم جدا، وبيعرض عليهم ان هو هيجيب ليهم شخص جديد هيعمل معاهم فيديوهات وهتخلي القناة هتنفجر من كتر اللايكات، والشركات اللي بتبقى فيها اعلانات كمان هيزودوا لنا الاعلانات اكتر. وغير كده ان الشخص اللي متطوع لينا ده بيبقى كريم جدا وناوي ما ياخدش مننا ولا جنيه. بيطلع مدير اعمالهم بينادي على الشاب ونعرف ان هو اسمه ريان، وبيبقى يوتيوبرز برضو وبيكون متابعهم من زمان ونفسه ان هو يشتغل معاهم، ولكن كريس واصحابه بيعاملوا ريان بتكبر وبيبقى اسلوبهم متغير معاه، ولكن ايزي بتعامله بلطف جدا وبتجيب له الكرسي عشان يقعد، ومدير اعمالهم بيفضل يشكر في الشاب ده وان هو دماغه عبارة عن قنبلة افكار وهتجيب لهم افكار جديدة والشغل عندهم هيتحسن اكتر. وبيبدأ مدير الاعمال بيقترح عليهم افكار يعملوها، ولكن الشاب ريان ده بيرفع ايده بيقترح عليهم ان هم يلعبوا لعبة حلوة قوي، وهي لعبة الاسانسير، وبتكون في فندق قريب منهم، ودي هتحقق نسبة مشاهدات عالية جدا. وبيسألوه عن اللعبة، فبيبدأ يحكي ليهم ان كان في بنت زمان اسمها بيكي وقررت ان هي تلعب اللعبة دي، ومن ساعتها وهي اختفت في الاسانسير ومحدش يعرف عنها حاجة، والشرطة طلعت ان هي هربت من بيتها ولسه محدش يعرف هي فين. الكل بيتوتر ولكن بيكونوا متحمسين للعبة جدا عشان يعرفوا هي حقيقية ولا لأ، وريان بيطمنهم ان اللعبة سهلة وما فيهاش حاجة. وبتيجي مكالمة لمدير اعمالهم، فكلو بتاخد ريان وبتبدأ تعرفه على المكان وكمان بتاخد رقمه. بعد كده بيرجعوا لاجتماعهم تاني، والمدير اعمالهم بيعرفهم ان هم لازم يعملوا حلقة النهاردة ضروري، لان الشركة اللي بتمول القناة بتاعتهم متضايقة جدا منهم وكده هيخسروا فلوس كتير جدا. لا وكمان الشركة هددتهم انهم لو ما عملوش فيديو جديد النهاردة يبقى الاعلان بتاعه هيتفسخ والعقد اللي ما بينهم هينتهي وكده هيخسروا كل حاجة. فبيضطروا يسمعوا فكرة ريان ويلعبوا لعبة الاسانسير للي ما عندهمش حتى وقت يفكروا في اي حاجة تانية او اي تجارب، وبيبدأوا كلهم يروحوا المبنى اللي ريان قال لهم عليه، وبيكون فاضي اصلا ومفيهوش حد، وبيبدأوا يستعدوا ويحطوا الكاميرات في الاسانسير عشان يصوروا كل حاجة بتحصل في الاسانسير والمشاهدين يشوفوا كل حاجة. وريان بيسأل صاحبته لو جمعت معلومات عن اللعبة، فبتعرفه ان هي ما تعرفش عن اللعبة دي غير قواعد اللعبة اللي بتتقال، ولما بحثت اكتر عرفت ان في شبح بنت بتظهر وبتبقى من عالم الارواح الاحمر، وان هي شريرة جدا لدرجة ان لو حد بس فكر ان هو يكسر القواعد بتاعت اللعبة دي بتموته على طول وبتاخده للعالم الاخر، ولو حد فتح عينه في الدور الخامس هيموت. وبتعرفه برضو ان هي مش مقتنعة بالكلام ده ولا بتصدقه، ولكن هي بتحب تبحث عن الحاجات اللي زي كده. وبيبدأوا في الفيديو بتاعهم، وكريس بيعرف المتابعين ان هو هيلعب لعبة خطيرة جدا ومعروفة جدا على السوشيال ميديا والناس كلها عارفة قصتها، وبتكون اسمها لعبة الاسانسير الملعونة. ومن خلال اللعبة دي هيعرف بقى اذا كان في عالم فعلا اسمه عالم الارواح الاحمر ولا لا. وبيقطعوا صاحبه مات، وبيعرف متابعينه القواعد وان هم هيطلعوا الادوار اللي مكتوبة 3 مرات، وفي اخر مرة في الدور الخامس لازم يغمضوا عينهم ويفضلوا ساكتين وما يعملوش صوت، لان لو ما عملوش كده هتظهر الشبح الست دي اللي من العالم الاخر وهتقتلهم كلهم. واول ما بيتاكدوا ان باب الاسانسير اتقفل هيبداوا يفتحوا عينهم، وبعد كده بيدوسوا على زرار الدور الاول والاسانسير بيفقد السيطرة عن نفسه، وبعد كده بياخدهم على الدور العاشر وساعتها هيكونوا في عالم الارواح. وبيبداوا كلهم يدخلوا الاسانسير عشان يبداوا اللعبة، وهما في الاسانسير بتحس كلوي ان كريس متضايق من حاجة، ولما بتسأله مالك في ايه بيتجاهل كلامها وبيبدأ يتكلم مع المتابعين. وفي نفس الوقت بتكون ايزي وريان بيتفرجوا عليهم من الكاميرات اللي محطوطة في الاسانسير، وبتلاحظ ان الكاميرا بتفصل كل شوية وبترجع تاني، والكهرباء بتفصل وبتيجي في الاسانسير، وبيخاف مات لا يكون الموضوع جد ولا حاجة والست الشبح موجودة فعلا، وبيقرر ان هو يخرج من اللعبة، ولكن كلهم بيتعرفوا ان هو كده بيكسر قواعد اللعبة وغلط عليه ولازم يكمل لا هيموت، وبيكون هيموت من الرعب، ولكن بيضطر انه يسمع كلامها ويكمل اللعبة.
وبيبدأوا يطلعوا كل الأدوار زي ما اللعبة بتقول. وقبل ما يجوا للدور الخامس بيقرر كريس ما يغمضش عينه لأنه مش مصدق أصلا موضوع الست اللي الشبح دي، ولكن مات بيتعصب عليه لأنه ممكن اللعبة تكون حقيقية وبكده هيتسبب في قتلهم كلهم. فبيوعدوا كريس إنه هيغمض عينه وبيبدأوا ينزلوا للدور الخامس. وفي نفس الوقت بيكون ريان وكيفن وإيزي بيشوفوا حارس المبنى فبيستخبوا منه، وكريس وأصحابه في الأسانسير وبيغمضوا عيونهم هما التلاتة مش بيتكلموا نهائي، ولكن كريس فتح عينه وغمضها تاني على طول. وأول ما باب الأسانسير بيتقفل هما التلاتة بيفتحوا عيونهم وبتعرفهم كلهم إنهم في آخر مرحلة من اللعبة وإنهم المفروض يدوسوا على زرار الدور الأول، ولو اللعبة دي حقيقية الأسانسير هيخرج عن السيطرة ويطلع بيهم على الدور العاشر. وفعلا بيدوسوا على الزرار الأول والأسانسير بيطلع فوق بطريقة سريعة جدا. وفي نفس الوقت عند ريان بيكون الحارس خلاص مشي فبيبدأوا يجيبوا التابلت علشان يشغلوا الكاميرا ويطمنوا على أصحابهم، ولكن بيتفاجئوا إن الكاميرا فصلت. في الوقت ده بيكون مادي مرعوب جدا وعايز يخرج من الأسانسير، ولكن أصحابه بيمنعوه وبيحاولوا يطمنوه. وفي الدور التاسع بيدخل عليهم شخص غريب وبيركب معاهم الأسانسير وبينزل بيهم للدور الأول عادي جدا، وهما بيطلعوا كلهم من الأسانسير، ولكن بيعرفوهم إن للأسف الكاميرا فصلت وهما في الأسانسير من أول الدور الخامس والفيديو ما تصورش بالكامل. هما بيتكلموا كده بتسمع كلها صوت واحدة ست جاي من الأسانسير، وبيت صحابها بيبقوا بيتكلموا هيعملوا ايه في الحلقة اللي ما اتصورتش دي وإن هما محتاجين الفيديو ضروري جدا. فبيقترح عليهم ريان اقتراح وإنهم هيلعبوا اللعبة تاني، ولكن كريس وماتي بيرفضوا. فبيتعصب ريان وبيعرفهم إن كريس رافض إن هو يلعب لأنه حاسس بتأنيب ضمير بسبب اللي حصل في بيكي لأنه كان حاببها وهو اللي عرض عليها لعبة الأسانسير وكان بيستغلها، ووعدها إنها لو صورت الفيديو دي هينزله على اليوتيوب وهيخليها مشهورة أكتر وبيبقى هو السبب في اختفائها. وبيبقى الكل مصدومين في كريس وبيسألوا ريان ازاي يعرف المعلومات دي كلها. بيعرفهم ريان ان البنت اللي هو كان بيحبها دي تبقى اخته الصغيرة وهو ما قالش ليهم من البداية عشان يخليهم يلعبوا اللعبة دي ويقدر ان هو يرجع اخته من عالم الارواح الاحمر. فبيتعصب كريس عليه وبيعرفوا ان العالم ده مش موجود اصلا وان اخته فاشلة زيه عشان كده هي هربت. فبيتعصب عليه ريان وبيبقى عايز يضربه. في الوقت ده بيدخل عليهم حارس الامن وبيطردهم كلهم بره المبنى، وبيتكلم ريان مع كلوي وبيعتذر ليها جدا على اللي هو عمله وعشان ما قالهاش الحقيقة وبيطلب منها ان هي تساعده ان هو يلاقي اخته. فبتتعصب عليه وبتعرفه ان لعبة الاسانسير دي اصلا مش حقيقية وان اخته ما حصلهاش حاجة في الاسانسير وبتسيبه وبتمشي. وبالليل بيتصل كريس على كلوي وبيعرفها ان هو ندمان على اللي عمله مع بيكي وعايز فعلا يكفر عن ذنبه من ناحيتها. قبل ما يكمل كلامه المكالمة بتفصل لوحدها وبيرجع عشان يدخل شقته وفجأة بيلاقي النور قطع وبيشوف الشبح بتاع الست اللي بتظهر في الاسانسير وبتستخدم قوتها وبتبدأ تخنق فيه وهو واقف بعيد لحد ما بيموت. وفي نفس الوقت كان ريان قاعد وبيتفرج على صور اخته وبيبقى باين عليه الحزن جدا، فبيقرر ان هو يلعب بلعبة الاسانسير عشان يروح عالم الارواح الاحمر وينقذ اخته بيكي. وفعلا بيركب الاسانسير وبيبدأ يلعب اللعبة، وساعتها بترجع ايزي وكيفن للاستوديو بتاعها وبيكتشفوا انهم نسوا الكاميرات في الاسانسير وبتطلب من كيفن ان هو يرجع معها المبنى عشان يرجعوا الكاميرات. وفعلا بيروحوا مع بعض والاسانسير بيكون ريان وصل للدور الخامس وبيفضل مغمض عينه عشان ما يموتش وبيكون خايف من شبح الست اللي هتظهر له، ولكن بينجح. واول ما باب الاسانسير بيقفل بيفتح عينه على طول. بعد كده بيضغط على زرار الدور الاول، فجأة الاسانسير بيخرج عن السيطرة وبيبدأ يطلع بسرعة جدا للدور العاشر. واول ما بيوصل وبيدخل بيتفاجئ من اللي شافه وان الكلام ده طلع حقيقي وان في فعلا عالم اسمه عالم الارواح الاحمر. وبيبدأ يدور على اخته بيكي وفجأة بيشوف واحدة كده من بعيد بتبص عليه وبيحس ان هي اخته بيكي وبيبدأ يقرب منها، ولكن بيتصدم لما بيلاقيها انها مش انسانة طبيعية وانها وحش مخيف. وبيبدأ الوحش ده يجري ورا ريان بسرعة وهو بيقدر ان هو يهرب منها وبيبقى مرعوب جدا. وفي نفس اللحظة بتوصل ايزي وكيفن للمبنى وبيدخلوا علشان ياخدوا الكاميرا من الاسانسير، ولكن ايزي بتدوس على زرار الدور الاول وبتقرر ان هي تلعب لعبة الاسانسير. وفي الوقت ده ريان بيروح على الاسانسير وبيحاول ان هو يخرج من المكان، ولكن للاسف بيلاقي ان الاسانسير في حد طالع فيه وما بيقدرش ان هو يفتحه. وفي الاسانسير بتشتغل ايزي الكاميرا وبتبدأ تدوس على زرار الدور الخامس عشان تصور الجزء الناقص من الحلقة بتاعتهم. ولما بيوصلوا الدور الخامس بيكسروا قواعد اللعبة وبيفضلوا مفتحين عيونهم وبيكونوا فاكرين ان اللعبة دي مش حقيقية، وبتظهر الشبح وبتقتلهم هما الاتنين بطريقة مخيفة جدا لانهم كسروا
كسروا القواعد اللعبة. وبعد كده بيوصل الأسانسير لعالم الأرواح، وبيدخل ريان بسرعة وبيدور على زرار الدور الأول عشان يرجع لعالم البشر ويهرب من الست الشبح قبل ما تقتله. ولكن الأسانسير ما بيكونش راضي يشتغل، وبتكون الشبح جاي عليه بسرعة جدا، ولكن من حسن الحظ بيقفل في الوقت المناسب، وبيلاقي الكاميرا بتاعت إيزي على الأرض. وأول ما بيفتحها بيلاقي فيديو ليها هي وكيفن وهما بيصرخوا وبيموتوا، وبيكون شبح الست مش ظاهرة في الفيديو. فبيتضايق ريان جدا وبيحس بتأنيب ضمير لأن هو اللي عرفهم عن اللعبة دي. وأول ما بيوصل بيبقى مش مصدق إن هو خرج من اللعبة دي وهو لسه عايش، وبيتصل على كلوي علشان يحكي لها. ولكن كلوي بتكون بتسمع أغاني ومش سامعة الموبايل، وبتبحث على الإنترنت عن معلومات عن الشبح الست اللي بتظهر في الأسانسير. وفجأة بيظهر ضوء أحمر عند باب الأوضة، وبيظهر خيال أسود وبيدخل جوه الأوضة. وأول ما بتشوف كلوي الموبايل الخيال الأسود ده بيختفي، وبترد على ريان وبتسأله عاوز منها إيه، وبيبدأ يحكي ليها وبيعرفوا عن لعبة الأسانسير وإن هي حقيقية وإن هي في خطر هي وأصحابها، وبيطلب منها إن هي تقابله في الاستوديو حالا. وبتوافق كلوي وبتقرر إنها تتصل على أصحابها علشان تطمن عليهم، ولكن محدش بيرد. ما تعرفش إن هم أصلا كلهم ماتوا ما عدا صاحبها ماتي اللي بيكون قاعد في الشارع ومستني الأتوبيس. وفجأة بيسمع صوت غريب، وأول ما بيبص فوق بيلاقيها الست الشبح فوقيه، فبيترعب ماتي وبيهرب بسرعة من المكان. وبيتصل على كلوي وبيبدأ يعرفها إن هو هيقابلها في الاستوديو عشان يحكي ليها على اللي شافه. وبيروح مطعم وبيبدأ ياخد ملح كتير من هناك لأنه بيكون معتقد إن الملح ممكن يخلي شبح الست ما تقربش منه. وأول ما بيشوفها في المراية اللي في المطعم بيخرج بسرعة. وفي نفس الوقت بيروح ريان يقابل كلوي وبيبدأ يحكي ليها على كل اللي حصل، وبيعرفها إن هو قدر يهرب من الشبح، ولكن حاسس إن الشبح مش هيسيبهم في حالهم وهيطاردهم لحد ما كلهم يموتوا. ولكن بتكون كلوي مش مصدقة كلامه، مش مقتنعة باللعبة أصلا. فبيوريها ريان الفيديو اللي صورته إيزي وشافتهم وهم بيموتوا. فبتتصدم كلوي وبتقرر إنها تبلغ الشرطة، ولكن ريان بيوقفها بيقولها إن الشرطة مش هتفيدهم في حاجة، وبيفكرها إن الشرطة اتهمت أخته بإنها هربت من البيت. فبيرجعوا على الاستديو وبيلاقوا ملح كتير على الأرض، وبيكون الملح ده عامله ماتي. فبيسألوه هو ليه عامل كده، فبيعرفهم إن هو قرأ على الإنترنت إن الأشباح بتكره الملح، وهو عامل الدايرة دي علشان يدخل فيها ويحمي نفسه. وقبل ما يحكي اللي حصل معاه بيبدأ يعرفها هو ليه بيحصل كده، وإنهم كسروا قواعد اللعبة بسبب الشخص اللي دخل الأسانسير وهما بيلعبوها، عشان كده شبح الست بتطاردهم ومش هتسيبنا غير لما تعاقبنا. وكلوي بدأت تعرفهم اللي عرفته عن الست الشبح، وبتعرفهم إن من 30 سنة في شلة أصحاب كده بنات حبسوا صاحبتهم في الأسانسير اسمها إيلي، وسابوها لوحدها ومشيوا مدة طويلة جدا لحد ما البنت دي اتجننت وماتت في الأسانسير. وساعتها روحها دي راحت لعالم الأرواح لأنها كانت عايزة تنتقم من أصحابها، وعشان كده عملت لعبة الأسانسير، واللي بيكسر قواعد اللعبة بتنتقم منهم وبتقتله وبتخفي جثته تماما. ولكن في النهاية بتعرفوا إن هي مش مصدقة القصة اللي قرأتها دي، مش مقتنعة إن في شبح أصلا. وبيحاول ريان يقنعهم إن هم يلعبوا اللعبة تاني ويدخلوا عالم الأرواح الأحمر ويخرجوا، وبكده شبح الست مش هتقتلهم لأنهم مش هيكونوا كسروا القواعد. وفجأة هما التلاتة بيسمعوا صوت غريب بيغني، وبيلاقوا شبح البنت ظهرت قدامهم. فبيدخل مات وبيستخبى في الدايرة اللي معمولة بملح على أساس إن هي مش هتقدر توصله، ولكن ده بيكون مش حقيقي، وبتدخل وبتقتله على طول. وبيهرب ريان مع كلوي وبيروح على المبنى اللي فيه الأسانسير عشان يكملوا اللعبة ومحدش منهم يموت، ولكن بيكون حارس الأمن هناك هو بيمنحهم من الدخول وبيهددهم لو دخلوا وهيبلغ الشرطة. ولكن كلوي بترش عليه مادة بتحرق وشه وبيبدأوا يدخلوا علشان يكملوا اللعبة، وبتعتذر لريان إنها ما صدقتوش من البداية، وبيقطع ريان كلامها وبينبه عليها إنها ما تفتحش عنها أول ما يوصلوا للدور الخامس حتى لو سمعت أصوات مخيفة. وفعلا أول ما بيوصلوا الدور الخامس بيقفلوا عنهم بسرعة وبيسمعوا أصوات مرعبة من الست الشبح، ولكن بيقدروا إن هما ما يفتحوش عنهم. وأول ما الباب بيتقفل بيضغطوا على الدور الأول بسرعة، وبيبدأ الأسانسير يتحرك بسرعة ويخرج عن السيطرة للدور العاشر، وده يبقى دور العالم الأرواح. وفعلا بيوصلوا، وأول ما بيوصلوا بيلاقي ريان خيال واحدة وبيفكر إنها أخته تاني وبيبقى عايز يروح لها، ولكن كلوي بتمنعه وبتعرفوا إن دي خدعة الشبح عاملاها عشان تقتله مش أكتر. وريان بيقتنع بكلامها وبيدخلوا الأسانسير عشان يرجعوا للعالم بتاعهم من تاني، وبتضغط كلوي على الدور الأول، ولكن الأسانسير بيقف عند الدور الخامس. وكلوي بتعرفوا من إن الشبح الست مش هتستسلم ومش هتسيبهم في حالهم، فبيغمضوا عنهم بسرعة وبيتقفل الباب. وفجأة بتتكلم الشبح الست وبتسألهم هم رايحين فين، وبتفتح كلوي عينها من الخضة وبتقتلها الشبح في ساعتها. وبعدها بيفتح ريان عينه، ولكن شبح الست ما بتقتلهوش وبتخليه يروح لعالم الأرواح الأحمر وبتحبسه هناك للأبد. وبعد مرور بقى 3 سنين بتدخل
بتدخل بلوجر معروفة الأسانسير وبتتكلم مع متابعينهم وبتعرفهم ان هي في الأسانسير اللي اختفت فيه كلوي وأصحابها، وانها ناوية تلعب لعبة الأسانسير عشان تعرف اذا كان الموضوع ده حقيقي ولا لا. وبينتهي فيلمنا على كده. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة علشان توصل لك كل الفيديوهات. كانت معاكم روما يسام من قناة أفلام روما. باي.